ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا النهارده عامله لكم فيديو جميل جدا ازاي هنعمل البرام الرز، بس مش رز المعمر او رز المدسوس. لا، هنعمله رز بطماطم وبصل، يبقى رز احمر كده، ونعملوه في الفرن وتشوفوا طريقته وتشوفوا يعني هيبقى عامل ازاي، وتشوفوا الوش بتاعه وتشوفوا طريقه التسويه. ودلوقتي هبدأ معاكم على طول في عمايل الرز بتاعنا. انا عندي هنا رز ابيض مصري مغسول ومصفياه من الميه، وعندي هنا بهارات ملح وكمون وشويه فلفل وشويه بابريكا، وعندي بقى هنا ايه بصل وطماطم. ودلوقتي بقى نروحوا نعملوا الطريقه بتاعتنا وتشوفوه. لو قبل ما ابدا الفيديو، اللي بيشوفني لاول مره ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد عن القناه. ويا ريت يا جماعه تشتركوا في القناه وتعملوا شير ولايك للفيديو عشان يعني ايه يوصل لاكبر عدد من المشاهدات. ودلوقتي بقى نبتدي الفيديو بتاعنا. انا هجيب هنا كده البرام بتاعنا دوت، واحط الرز اهوت، احط الرز بتاعنا اللي انا غسلاه كده اهوت اهو. وبعد ما حطيت الرز زي ما انتم شايفينه كده، طبعا انا ما مليتش البرام كله رز، لا يعني ايه المفروض يعني على الاقل خالص تسيبي يعني تلته او ربعه فاضي، بس انا كده سايبه نصه عشان حتى الرز ياخد في التسويه. وطبعا انا عامله المقدار اللي انا بيكفيني انا وولادي وبيتي وكده، فكل واحد بيعمل المقدار اللي يناسبه. وطبعا انت طبعا المعايره ديت دي بتاعتك انتوا بالنظر. ودلوقتي بقى هجيب البصل اهوت وهقطعه بقى كده يتقطع عادي اكنك هتعمليه علشان تطبخي يعني وكده، او ايه، او هتحمري بصلايه او هتشوحيها، وبعد كده هتقطعي البصله يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبعد ما اخلص تقطيع البصل هقوم جايبه بقى الطماطم على طول مقطعاها. وطبعا الطماطم زي ما انتوا شايفينها كده، طبعا بنشيل الجزء اللي فوق دوت اللي هو القمع اللي بيبقى في الطماطمايه. وبعد ما خلصت تقطيع الطماطم اضيف بقى البهارات اللي هو الملح والكمون والفلفل والبابريكا، واحطهم بقى كده. واهم حاجة التست اللي هيعمل للرز طعم بقى ويديله يعني تست عالي قوي، ان احنا نمسك الرز كده يعني ايه، نتبله نقلبه مع بعضه كده، يعني اكنك بتتبلي بصلايه بطماطميه كده يعني بايديكي كده، اكنك يعني ايه بتتبلي الرز تتبيله جميله كده. وبعد بقى ما اخلص تتبيلة الرز، في اضافة هنضيفوها اللي هي معلقة من الصلصة. لو ما عندكيش الصلصة عادي، عندك طبعا هتديله برضو لون وكده. بس انا هحط معلقة صلصة عشان تديله لون، عشان هو رز احمر وهيبقى في الفرن وكده يعني. وبعد كده تقلبيها التقليبة ديت، وبعد كده تروحي تجيبي المية. وعايزه اقول لكم ان معيار الميه دوت، انا ما بعرفش اعمل الحاجه بمعيار، يعني انا باخدها كده بالوش يعني بالويم كده، بالذات الرز. بس ايه اعرف ان انت يعني ايه ظبطي انت الرز زي ما انت عايزه، اكنك يعني ايه هتدسيه في الفرن بالظبط، هو مش زي فرن البوتاجاز، لا. مش قصدي يعني مش هتعمليه على البوتاجاز، لا انت هتزودي الميه شويه عشان انت هتدخليه الفرن. وبعد كده بنضيفه شويه زيت زي ما انتوا شايفينه كده، وناخدوه تقليبه. وبعد كده هروح اوديه بقى على الفرن الغاز. انا هعمله في الفرن الغاز بتاع الانبوبه مش بتاع البوتاجاز، الفرن الغاز العادي البلدي بتاعنا. وطبعا اهم حاجه ان انت تظبطي الرز بتاعك، ان انت يعني ايه ما تبقاش النار عاليه قوي، يعني يا دوبك اول ما يبدأ يغلي معاكي ويبدأ الوش بتاعه ياخد يحمر وياخد اللون، تبدأي بقى ايه توطي عليه من الجناب زي ما انتوا شايفينه كده، بدأ ياخد اللون الاحمر كده، بدأ يحمر معايا من فوق. ابدأ بقى اوطي عليه من الجناب وكده، اوطي عليه الفرن نفسه علشان ما يعني ايه ما ينشفش مننا الوش بتاعه، لازم نغطيه طبعا. وهي ديت تبقى تسوية الايه الرز عشان ما ينشفش منك. وبعد ما الرز بتاعنا استوى زي ما انتوا شايفينه كده، طبعا هشيله بقى عشان تشوفوا شكله عامل ازاي اهوت. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا ما شاء الله، والله هيعجبكم الفيديو جدا لو انتم عملتوا، يعني بجد الوصفة دي جميلة جدا. وانا عاملة الرز ده عشان انا عاملة سمك مشوي، الرز ده بيتعمل مع السمك المشوي بالظبط. وبعد ما خلصت تسوية الرز بقى اخش على طول على شوي السمك. وطبعا انا جايبه السمك اهوت زي كده، بحطه طبعا في الرده. وطبعا انا كنت غاسله السمك خالص قبل كده يعني وسايباه يتصفى، وحطيته اهوت في الفرن.
وعايزه اقول لكم حاجه، يعني كانت واحده صاحبتي حبيبتي يعني اسمها هويده، كانت قايله لي ان انا اعمل الفرن عشان اعرف ان هو حامي، احط الرده كده في الفرن عشان احس ان هو ايه اول ما تتحرق يبقى الفرن حامي. ودلوقتي ما شاء الله السمك استوى معانا، وانا عامله التمليحه، وبعد ما عملت التمليحه طبعا ملحت اهوت وحطيته طبعا يتصفى، وبعد كده اقدمه بقى عشان ناكلوه. وكل سنة وانتم طيبين، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد عن قناتي، قناة مروة الحداد. واهم حاجة اللايك ما تنسوش اللايك. وباي باي، واشوفكم على خير. باي باي.